الأصدقاء السلام عليكم. المباراة ديال الوداد المقبلة ويوم الجمعة إن شاء الله غادي يواجه فريق شبيبة القبائل. شبيبة القبائل يعني اللي دوزوا واحد النجوم كبار، منهم الصايب موسى وحكيم مدان، وكذلك رحو سليمان وزغدود. هادو لاعبين اللي كانوا يعني في المستوى الكبير وقدموا الفريق واحد المردود، يعني وعطاو واحد الصورة جميلة. فريق شبيبة القبائل يعني كنعرفوا حنا في اليامات يعني الايام ديال 91 كان عنده لاعبين كبار، ولكن واجه الوداد البيضاوي ترسانة ديال اللاعبين الكبار انذاك اللي كان يعني كان فخر الدين وكان مصندا ومجيد بويبود باسيلي، كانوا لاعبين كبار. فاز عليه بثلاثة، يعني 3 أهداف مقابل صفر. الفريق ديال الوداد البيضاوي ما كان كيواجه فرق كبيرة وكيتغلب عليها. الوداد خصو يواجه فريق شبيبة القبائل، انه ما يمشيش على ان فريق شبيبة القبائل كيتمركز في مركز ما قبل الاخير ويقول بان راه فريق يعني غادي تسهل عليه المهمة. بالعكس، فريق عنده نجوم ديالو، عنده لاعبين كبار يعني يلعبوا في فرق كبيرة. الابرز اللاعبين كنلقاو هنا الحسين مواقي، يعني كيلعب جناح ايمن وكذلك جناح ايسر. فكيلعب كيوظفوا المدرب حسب الخصم. المميزات ديال هذا اللاعب فهو مراوغ جيد، يعني كيعرف يخترق الخصوم وكيشد كرة بزاف في رجليه. فخاص اللاعبين ديالنا خصوصا اللاعب العملود واللاعب يعني عطية الله خاصهم يحتاطوا وما يعطيوش واحد المسافة كبيرة لهذا اللاعب باش يحدوا من الخطورة ديالو. كذلك كاين سليم بوخنشوش، هذا لاعب وسط الميدان واللي سبق له انه يعني حمل القميص الوطني الجزائري ولعب مع المنتخب الجزائري. كيسترجع الكواري، يعني يسترجع الكرات بطريقة جميلة. لاعب يعني عنده واحد بنية جسمانية قوية وكيبني اللاعب من وسط الميدان. كاين بعض اللاعبين يعني منهم هاد سليم بوخنشوش اللي سبق له انا لعب في فريق كذلك النجم الساحلي. الوداد الرياضي خصو يعرف نقاط الضعف ونقاط القوة ديال فريق شبيبة القبائل، اللي هي في الدفاع ديال شبيبة القبائل. اللي المدافعين ديال شبيبة القبائل ما عندهم يعني واحد كما كنقولوا في كرة القدم، عندهم واحد الوقفة يعني خاطئة، ما كيوقفوش وكيخليو لي سباس ما بين اللاعبين المدافعين ديالهم، ما كيضيقوش المساحة. خاص اللاعبين ديالنا انهم يسجلوا هدف، يعني خصهم يحتاطوا من الحملات المضادة اللي غتكون ديال شبيبة القبائل، وانهم يمشوا بسرعة يعني المرمى ديال شبيبة القبائل ويسجلوا هدف، ويحاولوا انهم يكونوا هادئين يعني ما يمشوش في الاستفزازات ديال الفريق. كنا كنعرفوا على ان المقابلة غتكون يعني مقابلة مشحونة. خصنا خصوصا ان غتلعب في 5 جويلية، والكل كيعرف ان غيكون واحد جمهور كبير غادي يدعم فريق ديال شبيبة القبائل. فالوداد الوداد الرياضي فريق كبير وخاصو واحد اعداد بادئ اعداد يعني خصوصا ذهني، ويعرف كيفاش انه يتحكم في مجريات المباراة، وانه يمتص الحماس ديال اللاعبين ديال شبيبة القبائل، خصوصا انهم عادوا في المباراة الاولى من بيترو اتليتيكو بنقطة اللي كتعتبر انها نقطة ثمينة بالنسبة لشبيبة القبائل. فالوداد خصو يفوز بهذه المباراة ويعرف كيفاش يفوز، خصوصا ان اللاعبين ديالنا خصهم يكونوا يعني كيتمتعوا بواحد الهدوء وبواحد الرزانة باش انهم يحاولوا يفوزوا بالمباراة. فبالنسبة يعني الوداد عنده مشاكل حاليا اللي كنعرفوها. المشاكل هي الخروج من دور المنافسات، منافسات كأس العالم للأندية. فما بغيناش هذا المشكل انه يأثر على الفريق، وانه يحاول يخرج من هذا المشكل، ويعرف كيفاش انه يدبر المباراة خصوصا من الجانب النفسي.
شيبة القبائل الآن كيتمركز في المركز ما قبل الأخير. كل المؤشرات كتقول على أن الوداد الرياضي هو هو الفريق اللي غيكون غادي يفوز بالمباراة. الوداد الرياضي خصو يكون عارف بأنه راه لاعب مع فريق اللي عنده كل الحظوظ أنه باش يفوز بالمباراة. كنتمناو على أن نكونوا محتاطين ونحاولوا كيفاش نمتصوا الحماس والحماس والاندفاع ديال اللاعبين ديال شباب القبائل، خصوصا ان وسط الميدان ديالهم عندهم لاعب واحد هو اللي كما قلت سالم بوخنشوش، هو اللاعب الوحيد اللي عنده تجربة كبيرة خصوصا في المباريات لا الدولية مع المنتخب الجزائري ولا مع فريق النجم الساحلي التونسي. كنتمنى على ان المباراة تكون في تكون في الصالح ديال فريق الوداد الرياضي، واللي حقق فيها واحد 3 نقاط اللي غتخول لي انه يمشي في مسار ديال الأصوات الأبطال.